إلينا الآن عبر الهاتف الفنان الكبير أحمد بدير. أستاذ أحمد، بعد التحية، اليوم ماذا تود أن تقول في رحيل الفنان نور الشريف؟ قلنا الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة. يعني أنا مش عارف أتكلم لأن نور الشريف بالنسبة لي وضع خاص. أنا بدأت حياتي معه في المسرح بدور صغير في بكالوريوس حكم الشعوب، وكان يعني نعم الأستاذ ووقف جنبي كتير الحقيقة في هذا العمل، الله يرحمه. يعني كان بيقف على المسرح ويدي ظهره للجمهور ويسقف لي مع الجمهور، يعني وانتهى التواضع والحب ومساعدة الصغير. نعم. واذكر ان لما عملت معاه من 2-3 مسلسل عرف البحر، بعد الفطار بعد حلقة من الحلقات كلمني وقال لي خد بوسة، عايزة تقول لك ان احنا سقفنا لك النهارده. هو كان اكثر من اخويا والله واستاذي. بالطبع نحن نقدر الدمع الذي تختنق به الفنان أحمد بدير رحم الله الفنان الراحل نور الشريف، وبالطبع يعني مصر كلها تبكي نور الشريف والوطن العربي أيضا، وهذا يعني رسالة محددة بأن الفنان صاحب الرسالة يبكي عليه الجميع. أستاذ أحمد، الله يرحمه حبيبي واخويا واستاذي، وربنا يصبر بوتي سارة وغيدي ونورة والاسرة كلها والوطن العربي كله ومحبي مصر وكل مكان. يعني لو قلت الفن يبقى نور الشريف، الثقافة يبقى نور الشريف، الصدق يبقى نور الشريف، التواضع، الحب، الزملاء. يعني لا احنا يعني فقدنا ضلع كبير قوي في حياتنا الفنية، يعني نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يتأمل برحمته. يعني بالطبع الفنان أحمد بدير هذه الدموع أو هذا البكاء بالطبع يوصل رسالة محددة بمثابة الوفاء الذي يعني لا يكون إلا لمن يستحق. الله يرحمه وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويصبرنا كلنا إن شاء الله. نعم، يعني بهذه الدموع التي تختنق بها أستاذ أحمد بدير بالطبع الفنان نور الشريف كان لديه رسالة محددة يريد توصيلها إلى الأجيال القادمة، وهي فكرة القومية العربية والانتماء العربي، وأنه كان فنانا عربيا وليس مصريا فقط، وأيضا الفن الصادق الذي يحمل رسالة من أجل الوطن ومن أجل الأمة. عمل ناجي العلي في وكانت قضية فلسطينية، وعمل أعمال اجتماعية لها قيمة يعني سواء مسرح بقى أو السينما أو التلفزيون، لا له أهدافه الوطنية والقومية والعروبية. وانت ما عندكيش فكرة ما كنا نروح اي مهرجان في اي دولة عربية، يعني الناس بيستقبلونا كفنانين مصريين، واي دولة بيروحها بيستقبلوه كابن بلدهم. يعني من مدى ارتباطهم بيه ومعرفتهم ان هو بيعبر فعلا عن امال وعن احلام وعن طموحات الشعوب العربية كلها. كان عروبيا من الدرجة الاولى وكان مصريا عظيما. ربنا يرحمه ويجعل مسواه الجنة ويصبرنا ان شاء الله. ان شاء الله أستاذ. واعماله ستظل موجودة وهو مدرسة كلنا بننهل منها ونستفيد
انا بالنسبه لي والله اقسم بالله اي عمل مع هذا الفن العظيم كنت بستمتع باني اخذ ارشاداته او ملاحظاته اكثر ما بستمتع بالعمل نفسه. يعني بالمفاتيح اللي بيدهاني للشخصيه، يقول لي طب هنا يا احمد ايه رايك؟ ايه رايك؟ انت عملته حلو قوي بس طب ايه رايك؟ اقول له لا يا استاذ طبعا وجهه نظرك صح. لا كان بيحب اللي حواليه كلهم يبقوا كويسين، ودي ميزه لا تتوفر في الكذب.